ربنا يا حبيبتي بجد اللي انت سندي في الدنيا دي كلها. حماتي دي مش حماتي وبس، دي أمي التانية بالظبط. ربنا عوضني بيها بعد ما فقدت أمي الحقيقية زمان. دايما بتقولي إن القدر اللي جمعنا وإن الروابط الحقيقية مش دايما بالدم بس. كلامها بيطمني. يا ساتر يا رب، إجابك فجأة كده يا حماتي. هو ايه اللي هنا يا حماتي؟ ايه اللي بتدوري عليه؟ حاجة مهمة، حاجة ضاعت مني زمان مش فاكرة فين. يا حماتي كفاية كده، ايه اللي بتعمليه ده؟ تعالي قعدي بس وفهميني. حماتي بالله عليكي تقولي لي ايه اللي ضاع، يمكن نقدر نساعدك. لا مش لازم تعرفوا، لازم الاقيها انا. يا بنتي انا غلطت في حقك غلطة كبيرة قوي من زمان. غلطة ايه يا ماما؟ ليها علاقة بجوازي من أشرف؟ يعني ايه؟ الموضوع اكبر من جوازك يا بنتي، اكبر بكتير من 5 سنين، دي حكاية عمر بحاله. حكاية ايه يا ماما؟ أنا مش فاهمة حاجة. كل كلمة بتقوليها بتوجعني أكتر. ايه الحكاية دي؟ ده سر زمان فات من يوم مش هيتنسي، يوم المولد. المولد كانت الدنيا زحمة قوي في المولد والناس بتيجي من كل مكان، بنتي كانت معايا وفجأة ضاعت مني. دي انت يا أم الخير في إيد أمك الحقيقية. دي علامة في جسمك يا أم الخير، كانت عندك وانتي طفلة صغيرة، وأنا أمك اللي أنا كنت فاكراها ضاعت الأبد. في زحام المولد لحظة واحدة وكنتي اختفيتي من بين إيدي، دورت عليكوا سنين طويلة لحد ما عرفت إن عمك لاقي طفلة بنفس الشمة ورباها. طول السنين دي ازاي؟ ليه ما قلتيش؟ وليه عمي عمل فينا كده؟ إذا كنت أمي فماذا عن أشرف؟ هل هو أخي؟ يا بنتي اهدي بس، أشرف مش أخوكي. أشرف أنا ما خلفتش غير بنتين وفقدت واحدة منهم. أشرف ده ابن أخويا، ربيته من هو طفل صغير. دي رسالة أختي في الله متابعة معانا في القناة وقلت عليه القصة دي، يا رب أكون عملتها صح وأنا بشكركم. أنا بشكركم على ثقتكم ليا وربنا يخليكم يا رب. يا لستكم ليا يا رب. اوعي تنسي الاشتراك ولايك وكومنت جميل زيكم. بحبكم.